السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طيب، منتخب مصر بيخسر من اوزبكستان 2-0 في مباراة ودية بس مهمة جدا، لأنها كانت بتجاوب شوية على السؤال البتاع. هو لما كابتن حسام حسن يلعب فريق كبير هيحصل ايه؟ هو اوزبكستان طبعا أنا عارف الناس هتقول فريق مش كبير أو كده، بس هو أعلى بصراحة من أي فريق احنا لعبناه في أي تصفيات بتاعة كأس عالم أو في أفريقيا قبل كده، حتى أعلى من بوركينا فاسو في رأيي الشخصي. والإجابة إن إحنا هنخسر. وكابتن حسام حسن هيعمل لنا من قبل فريق كده بقى كبير بقى كده؟ هنخسر ببساطة. بس هي الفكرة، يعني تعالوا نقسم كده الماتش ونشوف هي المشكلة كانت فين. كابتن حسام حسن دخل المباراة بطريقة لعب أنا شايفها أشبه ما تكون بتلاتة، 4-3، بوجود 3 لعيبة قلوب دفاع. رامي ربيعة في النص، محمد هاني مساك ناحية اليمين، محمد حمدي مساك ناحية الشمال. عارف ان الشوط الاول كان غريب والناس مش فاهمة قوي الطريقة، بس يمكن انا شفتها كده، قد اكون مصيب او مخطئ. 2 في قلب الملعب بيلعبوا الاتنين ارتكازات وسط ملعب دبل 6، شحاتة ومروان عطية، زيزو فاتح الجانب الايمن. المفروض ان الوينج ليفت ناحية الشمال اسامة فيصل، مروان اوتاكا وصلاح تحت مهاجم اللي هو مصطفى محمد. طب احنا ليه بنعمل الطريقة دي؟ الخطة دي هي اللي لعبنا بيها بوركينا فاسو في القاهرة، وتريزيجيه لاعب باك شمال لو الناس تفتكر، وجاب جونين بالفكرة دي، ان هو باك شمال بس هو مش هيرفع من ناحية الشمال، لا ده هو اللي هيجي من اقصى الشمال يستفيد بالمساحة ويجيب جون. وجاب جونين منهم واحد بالهيد. واظن لعبنا برضو بوركينا فاسو هناك بيها، وكانت الفكرة منها هي تأمين دفاعي اكتر، بان في 2 لعيبة في عمق الملعب بيعملوا ادوار دفاعية. واظن ساعتها كان كوكا ومروان عطية برضو. ودي الطريقة عادة اللي احنا بنلعب بيها لما بنلعب قدام فريق احنا عايزين مش نقفل، بس اللي هو احنا هنبدأ نشوف ان الفريق ده، لا الفريق ده ممكن يطلع من خطوطه ويهاجمنا يعني. والفكرة كلها بتاعت الطريقة دي ان زيزو هو افضل واحد بيرفع كرات عرضية، فاحنا هنحطه وينج باك يمين في خطة ال3 ورا، وزيزو هيرفع كرة عرضية، مصطفى محمد وأسامة فيصل هيبقى هما الهدفين اللي انت بترفع لهم الكرات العرضية. فالاتنين المفروض ان هما يبقوا مميزين في الكرات دي، وخاصة مصطفى محمد. وأسامة فيصل هيجي من بعيد بنفس الشكل اللي تريزيجيه يجي بيه في مباراة بوركينا فاسو اللي في القاهرة. وصلاح نظرا لان صلاح هو النجم، فاحنا هنستعين بصلاح في ان صلاح هيبقى وينج، كأنه وينج شمال بس داخل لجوه. فالخصوم هتخاف صلاح داخل لجوه برجله الشمال الخطيره هيشوط، فالناس كلها هتركز مع صلاح، فده هيدي مساحه لزيزو، فانت تعرف تودي الكره لزيزو. ولو الناس ما ركزتش مع صلاح وراحت لزيزو، حلو، يبقى انا هوصل صلاح في مكان خطير بشماله يقدر يعمل مشكله. فانت هتبقى هنا معتمد شويه على هو الخصم بتاعك هيعمل ايه، وفي الغالب هيروح مع صلاح فهيفضى زيزو، فزيزو يرفع الكره العرضيه براحته شويه، فيعرف يديلك اوفرات من نوعيه الاوفر بتاعه تريزيجيه في ماتش سيراميكا كده والنوعيه دي. وبالتالي هي فكرة في المجمل مش وحشة. انت استفدت بزيزو، بصراحة استفدت بزيزو استفادة كويسة، استفدت بصلاح، استفدت بمحمد هاني. لان محمد هاني انا مش عايزه يبقى باك يمين اللي يقعد يرفع في كرات عرضيه كتير وكلها ملهاش لازمه او اغلبها يعني. وعارف انك هتقول لي هاني عمل كره عرضيه في الشوط الثاني حلو، هقول لك دي العرضيه الوحيده العدله اللي عملها هاني في 45 دقيقه، اللي هي بتاعت مصطفى محمد. فهاني في المساك ناحيه اليمين وزيزو واخد الخط، انا شايف هاني مش وحش. غلط في الجون التاني وحاول يجيب الكرة بكعبه مش عارف ليه، بس ماشي. بس في المجمل هو مش وحش فيها. وصلاح انت بتدي صلاح فكرة انه ممكن يروح على الجون بفرص اخطر، ومش هيفتح طول الوقت على الخط لان في واحد بقى واخد الخط فبيعمل اوفرلاب مع صلاح. وبتستفيد بزيزو، وبتستفيد بالراجل اللي بيجي من قايم البعيد من ناحية بعيدة خالص ده بيجيب جون. فدول كلهم عناصر انت بتعرف تلمحهم في الخطة دي بشكل كويس. عندك 3 مساكين، اغلب مساكين مصر باستثناء منعم بطئة، فحل مساك البطيء انك تلعب ب3 ورا، يبقى حاطط له واحد وراه يحاول يغطي عليه، وتبقى حاطط واحد كمان عشان لو انت سباق سرعة ما عرفتش ففي واحد تاني هيجي للمهاجم.
فبالتالي انا بشوف انها طريقه مش وحشه. طب هي ما نجحتش ليه؟ لان ببساطه شديده جدا انت ما عندكش خط نص. بكل بساطه المشكله في الاثنين الدبل 6 اللي في العمق، اللي هم مروان عطيه وشحاته. التحليل اللي على اون سبورت كان كابتن حسني او كابتن محمد عمر واحد فيهم بيقول ان هم مش في مستواهم. لا هم في مستوى، هو ده مستواه. انت حاسب شحاته ومروان وهم كويسين وهم بيلعبوا وادي دجله، ووادي دجله يعني مع احترامي يعني، وبتروجيت وسموحه والعالم دي، لا هو هاتهم بقى مع فرقه تقيله سنه، هو ده مستواهم وده الطبيعي. مروان مش قادر ينقل الملعب لقدام، وشحاته في كوره، في يعني كذا كوره منهم واحده في الشوط الثاني ده ما ضغط عليه الكوره اتقطعت منه. ده مروان اوتاكا اللي هو المفروض جاي من سيراميكا بقى، اللي هو بقى الفريق اللي بيعرف بقى يعمل بيلد اب ويبني وبتاع مش عارف ايه، ضغط عليه في الكوره الجون الاول واتاخدت منه وجت جون. ده اللي هو المفروض ان انت واخد لعيب سيراميكا ده واخد ختم معتمد ان هو بيعرف بقى يطلع بالكره من تحت. فبالتالي انت ما عندكش الا 2 لعيبه في مصر كلها هم اللي يعرفوا يلعبوا في عمق الملعب وينقلوك من ورا لقدام. الاثنين دول في رايي انا الشخصي المتواضع عبد الله السعيد وامام عاشور. الخطه دي كانت هتنجح امتى؟ لو واحد منهم موجود في وسط الملعب ومثلا هيتضغط عليه بلاعب اوزبكستان، فراح الواحد ده مرقص او واخد اللعيب لف بيه وراح جري بدا يجري، فهو بيجري لعيبه اوزبكستان هتبدا ترجع لورا، مع الضغط بتاعه اتضرب فهيبدا يرجع. فهتلاقي اللعيب ده بيجري، هتلاقي صلاح بيجري وزيزو بيجري على الخط، فاللعيبه هتبدا تروح على صلاح مثلا لان ده النجم الخطير، فهيبدا تلاقي مساحه عند زيزو فهتروح مباصل زيزو، فزيزو هيبقى على الطرف في مساحه فهيرفع كره عرضيه كويسه. انما ده ما بيحصلش. مروان عطيه هتجيله الكوره هيعمل ايه؟ هيرجع بيها لورا، شحاته هتجيله الكوره هتتقطع. في النهايه لما انت بتعرف تطلع، انت مثلا لو انت قطعت الكوره وعايز تهاجم مفيش سرعه في نقل الهجمه، لان انت عشان تيجي تباصي او تيجي تلعب بسرعه لازم مثلا ترقص او تعدي من اول لاعب من اوزبكستان موجود قصادك، ده مش هيحصل. فعلى ما تباصي باصه او باصتين بيكون لعيبه اوزبكستان رجعت، فلما بترجع خلاص رجعوا هيلعبوا له بلوك هيقفلوا، فهتلاقي الاطراف مقفوله فمش هتعرف تدي زيزو يرفع كره عرضيه، ولا هتعرف تلاقي صلاح في المساحه الهاف سبيس او المساحه اللي هي بين قلب الدفاع بتاع اوزبكستان والباك الشمال. فخلاص شكرا راحت. فبالتالي مشكلتك انك ما عندكش لعيبه خط نص تعرف تاخد الكرة من ورا تنقلها بسرعه للنص الامامي النص الهجوم، فتستغل فتربك الخصم، فتروح لفكره انك تعرف تلاقي بقى زيزو او صلاح حد فيهم في مساحه. لا وكمان نظرا ان انت اصلا بطيء، فاللاعيبه اوزبكستان بترجع، ففي بعض الاحيان اضطريت تلاقي اسامه فيصل بيفتح ناحيه الشمال، ما هو يلعب بقى وينج باك شمال بقى، وطبعا ده بعيد كل البعد عن اللي المفروض يحصل. الله اعلم هو اللي انا بقوله ده هو اللي كان كابتن حسام عايز يعمله ولا لا، بس ده تقييمي يعني. وما اظنش انها ليها حل تاني، يعني اللي حصل التشكيله اللي لعبت دي ما فيهاش مثلا ان انت عايز اسامه فيصل يرفع اوفر من ناحيه الشمال مثلا يعني، لا انت عايز اسامه فيصل يجي من بعيد من الايام بعيد يستقبل الكره براسه، هي ده حلها الوحيد. الشوط الثاني انت عملت ايه؟ الشوط الثاني انت غيرت بقى، لعبت بتكتيك مختلف شويه، نزلت فتوح ولعبت بقى دخلت يعني لعبت اشبه ما يكون ب 4-4-2، هاني باك يمين فتوح شمال، رامي ربيعه ومحمد حمدي قلب دفاع، ومحمد حمدي بيلعب قلب دفاع في مباراه لسبب لا يعلمه الا الله، انا مش عارف ليه. يعني هو اظن هو كان يقال ان حمدي فتحي كان المفروض هيلعب بدل شحاته في العمق، وده معناه ان محمد حمدي كان هيلعب برضه في نفس المركز ده، يعني مش عارف ليه بصراحه. محمد حمدي بيلعبها في بيراميدز لما بيبقى فيه اصابات ايقافات كده يعني. يعني انت مثلا ما خدتش او ما لعبتش مثلا، انا اظن محمود مرعي مش مصاب مثلا، انت ما لعبتش محمود مرعي مثلا هو بيلعب اصلا مساك اساسي في بيراميدز، ما لعبتش يا سيدي محمد اسماعيل، ما خدتش لا ياسين مرعي مثلا، ما لعبتش خالد صبحي اللي معاك وهو مساك ناحيه الشمال، قررت ان انت تلعب محمد حمدي. انا معاك انه ماتش ودي وبيجرب، بس هي ليه نجرب حاجه هي فاشله شكلا وموضوعا؟ يعني نجربها ليه؟ انا مش قادر افهم يعني. فلما بقوا حتى 2 مساكين بس برضه هو محمد حمدي اللي بيلعب، فتوح باك ليفت، وفتوح بصراحه قدم، انا شايف ان هو قدم ماتش كويس، الراجل اصلا يا دوبك رجع بقاله ماتشين بيلعب،
وفتوح هو الحل الموضوع الباك الشمال. مفيش باك شمال في مصر الا فتوح، لو فتوح مسك فورمه من الاخر دلوقتي. كريم الدبيس انا حاسه لسه بعيد، انا كنت مراهن على فكره تطوره ان هو كمان سنا مش كبير. هنشوف كريم ممكن يروح لفين الفتره الجايه، بس غير كده مفيش. وانا ما عنديش قناعه بمحمد حمدي بصراحه، لا باك شمال ولا مساك. نفس الاثنين اللي في عمق الملعب هم وبرضو مشكلتك في الشوط الثاني هم برضو، مش لان هم وحشين. الماتش الجاي المروان وشحاته مع الاهلي والزمالك في الدوري هتلاقيهم بيطلعوا نار من بقهم، لان هم بيلعبوا مين؟ هي دي الفكره. صلاح وينج ناحيه اليمين، زيزو نوعا ما وينج ناحيه الشمال، والاثنين بيدخلوا لجوه وبيسيبوا الاطراف لفتوح وهاني. ومصطفى محمد بدايه الشوط الثاني كانت غريبه، لقيت مصطفى ماسك ناحيه شمال في اول الشوط مش عارف ليه، بس بعد كده دخل هو اسامه فيصل 2 راسات حربه. وهنا عندي حاجه لاسامه فيصل، ما اعرفش ازاي ما حدش قال له المعلومه دي لحد دلوقتي، بس ده رايي يعني، قد اكون مصيب او مخطئ يعني. الفرصه اللي لعبها هاني بعرضيه في الدقيقه 60 او 61 ومصطفى محمد لعبها بالهيد وطلعها الحارس بتاع اوزبكستان، اسامه فيصل ومصطفى محمد الاثنين نطين مع بعض كده. طب مستر اسامه فيصل، حضرتك المفروض كنت تروح تاخد الايمن قريب، فتاخد معاك مدافع، فده يؤدي ان مصطفى محمد يشوط الكره بدماغه اكثر اريحيه. ليه مصطفى محمد مش هو اللي هياخد القايم؟ لان مصطفى هو اللي جاي من بعيد شويه. فاسامه فيصل ليه ما عملش ده؟ انا ما اعرفش. فانت لعبت 4-4-2 وانجاتك بتدخل لجوه سايب الاطراف، والمفروض ان انت بتعمل ايه في الوضع ده؟ بتجمع اللعب في ناحيه وتروح عاكس على الباك اللي عنده الناحيه فاضيه. في كذا مره صلاح حاول يلقط فتوح، وفتوح بصراحه كان بيعمل انطلاقات كويسه وكان بيحاول يطلع ويظهر في مساحه بشكل كويس. يمكن عمل كورتين مثلا عرضيتين ما كانوش وحشين. لما كان بيمسك الكره ناحيه الشمال كان بيحاول يخلي الكره تحت رجله، في مره عمل حته كده ترقيصه حلوه. يعني انا شايف ان فتوح كان كويس وكان مساعدك انك تعرف تجمع الكره في الناحيه دي شويه، فيؤدي ذلك الى انك هتعكس بقى الكره لصلاح او لهاني الناحيه الثانيه. مروان عطيه بقى يجي يعكسها، يلعبها بقى في واحده كده. مروان عطيه كان عايز يعكسها لصلاح، هو بصال خوزانوف حرفيا. خوزانوف اللي هو خد الكره قال له شكرا، انا مش فاهم انت بتعمل ايه بس شكرا. فالمفروض فتوح مساعدك انك تاخد شويه استحواذ هنا، خلاص هتعكس الكره لهاني، هاني يبقى معاه مساحه يرفع كره عرضيه، بغض النظر انا مش عايز محمد هاني ولا يرفع كره عرضيه، بس ما علينا. بس تمام يعني، بس للاسف برضه ما بيحصلش. ليه؟ نتيجه الناس اللي بتعكس الكوره هم نفس الاثنين اللي في عمق الملعب اللي مش عارفين يعملوه، لانك معكش عبد الله السعيد مثلا اللي هيعرف يعمل الكوره دي كويس. هتقول لي عنده 40 سنه، اقول لك ماشي، معكش الكواليتي ده. وبعدين ما مودريتش عنده 40 سنه وبيلعب في المنتخب، بس ما علينا، دي حته هفصلها لك ممكن نبقى نشوفها في فيديو تاني. انا النهارده ماليش دعوه لا باهلي ولا بزمالك، الكويس يلعب، اللي هينفعك يلعب ايا كان هو فين. فبالتالي انت ازمتك النهارده انك ما عندكش خط نص. الاثنين اللي انت حطيتهم في قلب الملعب مودينك في داهيه، لان هو ده مستواهم. انا مش بقول لك هم وحشين، هم كده. انت لو فاكر ان هناك ما هو افضل من مروان عطيه وشحاته، احب اقول لك لا. ولو شفت افضل في ماتش الدوري، لان في ماتش الدوري ما بيضغطش عليهم نفس الضغط ده. فانت حلك ايه؟ امام عاشور يرجع مثلا، فيدي لك بقى ان تشيل واحد منهم وتحط امام، ويبدا يبقى معاك لعيب في النص يعرف يشتغل بقى شويه احسن في الحته دي. بس هي مباراه تتعلم منها حاجه، تتعلم منها ان خط نص منتخب مصر مش نافع. تتعلم منها انه انا ما زلت شايف الطريقه بتاعت الشوط الاول مش وحشه، بس لو هتلعبها ما يبقاش اسامه فيصل الراجل اللي مستني الكره الناحيه الثانيه، هو في الغالب هيبقى تريزيجيه. تتعلم منها انك لو هتلعب 3 مساكين ماشي، هاني انا قابله مساك ناحيه اليمين، بس يا ريت المساك الناحيه الشمال، بما ان هاني اصلا هو باك يمين هنلعبه مساك، فيا ريت المساك الثالث بقى غير رامي ربيعه يبقى مساك. يعني انت عندك واحد زي عمر فايد مثلا اللي موجود حاليا مع منتخب حلمي طولان. طب ما عمر فايد ده كويس، وهتقول لي بطيء سنه، اقول لك ما انت هتلعب ب3 اهو،
فاستخدمه بقى مثلا يعني. آم، منتخب اوزبكستان بصراحه منتخب محترم، مش اعلى حاجه. انا ما كنتش متخيل ان هو هيبقى كده. انا ليله اوزبكستان دي كلها انا عارف فيها اتنين، خوسانوف وباولو كانافارو فابيو كانافارو بس يعني. باولو كانافارو ده كان اخوه باين، كان بيلعب في نابوليون. هو فابيو كانافارو وخوزانوف بس، انت مش عارف حد تاني. بس بصراحه منتخب محترم، ملتزم جدا تكتيكيا، بيضغط الكره مثلا لو طلعت بيرجع لبلوك صح، بيقطع الكره، بيعمل تحولات، بيعمل شغل سريع، عنده كام لعيب بيعرفوا يرقصوا. فانا شايف انه ماتش كويس مش وحش، لان احنا خرجنا بقى من جيبوتي واثيوبيا وملاوي، العالم اللي احنا قاعدين بقالنا سنه بنلعبها دي، ومودياك في حته ان المنتخب فله شمعه منوره، وهو يعني لا، اديني بقى فرقه، هات لي بقى فرقه بتعرف تلعب كوره. فعرفتك مشاكلك ايه. فيا ريت. انا مش متابع قوي قصه يعني. انا اخر حاجه كنت سمعتها من كابتن حسام حسن على موضوع امام، انه كان من امام، وموضوع ان هو مره يعني تداعى او الاصابه، ويعني انت المفروض يعتذر ومش عارف ايه والكلام ده. لو امام اعتذر فالمفروض الموضوع خلاص منتهي. امام عاشور مع فور الرجوع احنا مش هنستنى نشوف هو هيعمل ايه في الاهلي. انت خدت مروان عطيه للمنتخب من قبل ما يلعب مع الاهلي اصلا، حتى هو بعد رجوع العمليه على طول. نفس الحركه لازم تعمل مع امام. امام اول ما يبقى خلاص فت، واحتمال يكون كان فت من دلوقتي يعني معرف، بس امام حضرتك ما تستناش انه يلعب مع الاهلي. طب بقول لك خده على ضمانتنا كلنا، مش على ضمانتنا لوحدي، على ضمانه مصر كلها. او يا اما ترجع عبد الله السعيد من الاعتزال بقى. بس دي قصه يعني. عبد الله ممكن يكون احد اسباب مستوى عبد الله الحالي، او ان هو انت شايفه كويس وبيعرف يبدا 90 مش عارف ايه الكلام ده، هو ان هو ما بيروحش ماتشات اجندات دوليه، فبالنسبه له الفتره دي راحه. قد يكون هي دي الفكره يعني. ممكن عبد الله لما يبدا يروح ماتشات منتخبات وكده الموضوع يبقى ضغط اكتر عليه، وساعتها تبدا تلاقي الراجل بدنيا بيرجع، الله اعلم. ولازم نبدا نشتغل في مشروع بقى. انت عندك مراكز رايحه في داهيه، باك يمين باك شمال الا اذا فتوح مسك فورمه، وكل مراكز النص 6 8 10 8 ونص 6 وربع بعد المغرب، كل المراكز دي رايحه في داهيه. فلازم نبدا نركز بقى، نشوف منتخب الشباب، المنتخبات الاصغر، الناس دي بقى نشوف بقى مين منهم ممكن ينفع. بس وان شاء الله القادم افضل يعني. كويس انك تاخد دي دلوقتي قبل ما تروح تتفاجئ في كاس افريقيا. ده كويس جدا يعني. كويس ان احنا ما نروحش اتفاجئنا هناك، لانك لو لعبت مثلا جنوب افريقيا مثلا معاك في مجموعه كده، مش عارف هيحصل ايه. فانت كويس ان انت شفت وعرفت نفسك كده دلوقتي. عندك لسه وقت اهو، نبدا نفكر نشوف ممكن نعمل ايه، وان شاء الله القادم يكون افضل يعني. شكرا جزيلا لحضرتك.